بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله زرنا هذا البئر بعون الله تعالى بقدرته. انتهى العمل، وكما ترى أن الناس هنا تجمعوا، النساء ما شاء الله، ليشاهدوا هذا الخير، وكذلك أخذ المياه في هذا المكان. أولاد المدرسة كذلك جاءوا هنا معنا وهم يشربون الماء، على أن الماء يعني صافي وصالح للشرب الحمد لله. والبئر رقم 553، رقم يعني 553، وهو صدقة جارية من معلم الفيصلية بالزلفي، صدقة جارية من معلم الفيصلية بالزلفي. هناك كذلك معي شيخ سليمان في هذا المكان، عنده تعليق حول هذه الزيارة. نعم شيخنا الفاضل، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أمام المشروع الذي البئر، وهو صدقة جارية من معلمو الفيصلية بالزلفي رقم 1. الحمد لله هذا المشروع قد اكتمل في هذه المنطقة الجميلة، المنطقة بحاجة ماسة إلى المياه. أهل هذه المنطقة خرجوا يشكرون الله تبارك وتعالى، ثم يشكرون المتبرع الذين هم معلمو الفيصلية بالزلفي رقم 1. ونحن شبكة الطائف الإسلام نحب أن نقدم الشكر الجزيل ودعاء المتواصل إلى ربنا تبارك وتعالى بهذا المشروع الخيري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون أجر هذا في موازين حسنات يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله هؤلاء النسوة يحملن المياه إلى بيوتهن، والحمد لله هذا أجر يكون في موازين المتبرع يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هكذا تحملنا المياه هنا في هذه المنطقة. كما ترى أن المرأة أخذت الماء إلى بيتها، والحمد لله يعني حقيقة يعني ما شاء الله، والبئر جميل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الخير الذي يعملنا في هذا المكان في ميزان حسنات معلم الفيصلية بالزلفي، وأن يكون إن شاء الله تعالى سببا لتفريج كل همهم إن شاء الله، ودخولهم في جنة الفردوس الأعلى. ونسأل الله تعالى أن يجعلهم مع النبيين والصديقين